هاي هاي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهاردة مع بعض البرجر البيتي. حاجة حلوة جدا، لحم صافي ومضمون 100%. ولا من بره بقى ولا الكلام ده كله، لان كل اللي بره ده حاجات مش مضمونة ولا لينا ولا لولادنا. بنص كيلو لحمة عملت كيلو الا ربع همبرجر. تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ايه. هنيجي هنا معايا ربع كيلو او اقل من الفول الصويا. واللي يقولوا الفول الصويا مضر، مش مضر خالص يا جماعه، وما فيهوش اي حاجه. المضر ده لو انت بتستخدميه كل يوم متواصل، انما احنا فين وفين لما بنعمل بيه الحاجه. الربع كيلو هنقعه بقى في شويه ميه سخنه مغليه، وهغطيه لمده نص ساعه. اول ما يطرى كده هغسله غسله حلوه وهصفيه، وهضربه بقى شويه في الكبه. انا عايزاه ينعم خالص. انا كل ده كده ما حطيتش اللحمه. دلوقتي بقى شكله بعد ما اتضرب اهو. هنزل بقى بيه على نص كيلو لحم مفروم، ويكون فيها نسبة دهن، بيبقى حلو طعمها جدا في الهمبرجر. هنزل بقى بيه كده، وما حطيتش الكمية كلها كمان، يعني انا سبت منه شوية. الخلطة بقى اللي هتخلي طعم الهمبرجر زي المطاعم بالظبط، هحط هنا معلقة باربيكيو صوص، ومعلقة من الكاتشب، ومعلقة من المستردة. دي بتخلي طعمه جميل جدا، واللحمة نفسها متبلة، يعني بيبقى طعمها حلو. وشوية ملح وفلفل أسمر بس، مش هحط أي بهارات تاني. أنا مستكفية بقى بالكاتشب وبالباربيكيو وبالمستردة اللي أنا حطاه، ولا بيض ولا أي حاجة. هقلب بقى الكلام ده كله كويس لحد ما يتعجن كله في بعضه. اهو شايفين قوامه. هنيجي بقى هنا، انا معايا عندي المكبس بتاع الهمبرجر. هحط من تحت كده كيس، واحط طبقة الهمبرجر. اللي ما عندهاش المكبس ده، بعلبة سمنة، بطبق غطا علبة سمنة، سوري، بطبق، اي حاجة اتصرفي اللي عندك اعملي بيه، مش شرط تعملي زي ما انا ما بعمل بالظبط. اهو تمام. هسويه بس عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، وقفلت عليه الكيس وخلاص كده. اهو. عايزة بقى تحفظيه في الفريزر زي ما هو كده، وفي طبق فل، واحفظيه في الفريزر. وقت ما تيجي تعمليه طلعيه يفك حاجة بسيطة جدا، وحطيه على النار. عملت معاكم واحد تاني، وهقفل كده. ونسيت اعمل المكبس التاني من فوق، هعمله معاكم عشان يديله شكل المدلعات ده. اهو. حاجة جميلة جدا ونضيفة لينا ولولادنا، ومش مكلفة. سعر الساندوتش اللي انا هعمله دلوقتي بضعف اللي احنا بناكله بره، بيبقى برقم مهول، يعني ساندوتش كده برقم مهول. ويا عالم اذا كان صحي ولا لا، مش ضامنين اللحمة اللي احنا بناكلها دي ايه. فيستحسن كل حاجة في البيت بتبقى احلى. هنا بقى سبته يرتاح شوية في التلاجة او 10 دقايق في الفريزر. ومعايا الجريلا بتاعتي فيها شوية زيت، وهنزل عليهم بالهمبرجر. عقبال بقى ما يتحمر، هجيب الكايزر كده معايا. فتحت بقى نصين وهحمره. بعد ما البرجر يتحمر هحمر الكايزر كده، يدي بقى طعم حلو جدا بالزيت اللي انا محمره فيه الهمبرجر. معايا بقى طماطم شرايح، فلفل، بصل، زيتون، اللي عندك برضو، والتتبيله اللي انت بتحبيها حطيها، وكابوتشا. هحط بقى هنا آه شويه مايونيز ومستردة وكاتشب، واقلبه حلو جدا. وده الصوص اللي هحطه على وش الكايزر. هنا بقى البرجر اهو اتحمر، ريحته فظيعة. هنا بقى هحمر الكايزر بتاعي كده من جوه، بيدي طعم حلو جدا ومقرمش. هحط بقى معلقة من الصوص، واحط الهمبرجر كش، بس كش حاجة بسيطة، مش للدرجة. احط حبة كابوتشا، شرايح طماطم، وفلفل، شوية زيتون، الحشو اللي تحبيه حطيه. وهنا برضو في النص التاني بتاع الكايزر برضو هحط شوية الصوص ده طعمه حلو جدا لما كله كده، الصوصات كلها دخلت في بعض، طعمه حلو جدا. وده الشكل النهائي بقى، حتى برضو شرايح بصل. وده الشكل النهائي. جربوه، طريقة سهلة وحلوة جدا، وهتعجبكم وتعجب ولادكم. بألف هنا وشفا. باي باي.